الحياة الحديثة اللي هي بتبقى فيها ضغوط نفسية وبيبقى فيها عوادم سيارات، فيها عوادم مصانع، وبيبقى فيها أكل من برّه البيت، بيبقى فيها ضغوط نفسية بتزوّد حدوث هذا الأمر نتيجة إن هي بتزوّد حدوث تصلب الشرايين وبالتالي الذبحة وجلطات القلب الحادة. وجلطات القلب الحادة والذبحة دي هي أول سبب أو أكثر سبب للوفاة في العالم كله، أكثر من أسباب حوادث الطرق، أكثر من ذوي السرطان، أكثر سبب على الإطلاق. وبالتالي يعني لازم نسلّط الضوء إن هو الوقاية خير من العلاج، يعني إحنا عشان نمنع هذا الأمر لازم ننبه السادة المستمعين وكل اللي بيسمعونا دلوقتي إن هو إزاي يعيش حياة صحية مضبوطة عشان يقي نفسه من هذا، وإزاي يعمل فحص دوري واكتشاف مبكر لهذه الأمور وقبل ما يكتشف يقي. يعني أنا لو في حياة صحية وما فيش هوا ملوث، ما فيش ضغوط نفسية، ما فيش تدخين، ما فيش حياة مرفهة اللي هي بتمنع المشي وبتمنع الرياضة، يعني دلوقتي حتى إحنا نعيش حياة صحية، ناكل، ما ناكلش من برّه البيت، ناكل خضار وفاكهة طازجة، بلاش أكل مطبوخ بسمنة صناعي، لأن الأكل المسلوق أفضل، والنفسية المضبوطة أفضل. إن إحنا التدخين ممنوع منعًا نهائيًا، والتدخين محرم أو مجرم بحكم القانون الدولي. التشخيص المبكر، ما اسيبش نفسي وأنا بيجيني شوية وجع صغيرين مع المجهود وأرضى بيروحوا ولمّا بارتاح أسيبها لغاية ما تبقى جلطة بمدة، لأن في ناس هنا يعني ربنا سبحانه وتعالى ادانا الalarm ده، ادانا الإنذار ده، الوجع الخفيف اللي بييجي ده لازم أروح أكشف وأروح آخد علاجي وأشخّص وأشوف رسم قلب، لا إيكو، لا دكتور، لا كذا، لا كذا.